بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد ريفيجن سريع على الحاجات اللي خدناها السنة اللي فاتت في الماس. وتعالوا نحل كده واحدة واحدة ونعمل ريفرش لدماغنا عشان نشوف فاكرين ولا مش فاكرين. الماس السنة دي سهل جدا وعبارة عن مراجعات عن الحاجات القديمة وحاجات بسيطة كده صغيرة داخلة كده في النص. وإن شاء الله إن شاء الله هنبقى أشطر ناس مع بعض. تعالوا نشوف أول حاجة هنا. أول ريفيجن احنا طبعا شغالين من كتاب المعاصر، واللي مش معاه الكتاب يتابع معانا، وهو نفس الكتاب بتاع 2024. يلا بينا نشوف أول سؤال بيقول ايه. There are 36 carrots. تمام، هنعلم هنا على السؤال اللي احنا بنقراه. 36 carrots. تمام. Bunnies ate يعني أكلوا خلاص 15 of them. How many carrots are left؟ left يعني على طول minus، عارفينها من السنة اللي فاتت. طيب بيقول لي هنا الأرانب أكلوا 36 كاروت. كان معاهم 36 كاروت، أكلوا منهم 15. يبقى مين اللي متبقي؟ متبقي يعني أو كلمة left يعني minus. يبقى هنحط الرقم الكبير minus الرقم الصغير، يبقى كام؟ طيب تعالوا نفتكر برضو لما كنا بنعمل ماينس كنا بنبدأ من اليمين ولا من الشمال؟ من اليمين، ده الرايت. يبقى هنعمل ايه؟ 6 minus 5 equal 1. 3 نبدأ بقى الرقم اللي في الشمال. 3 minus 1 equal 2. يبقى اللي متبقي حط هنا equal، اللي متبقي 21 carrots. تمام. طيب نمبر 2 عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماتش للدوس ان اوردر. يعني ايه؟ يعني هنمشي من اول 1 ونشوف الشكل ده عبارة عن ايه. 2 3 4 5 وحاجة سهلة خالص بيعلمنا او بنراجع على النمبرز. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. طيب تعالوا نشوف هنا بقى عندنا تشيكن صغنونة أو تشيك نونو. طيب نمبر 3 بيقول لي هنكتب أو write greater than or smaller than or equal. greater than هنعرف نحلها ازاي؟ السمكة ده بق السمكة، السمكة بتاخد الكبير هنا. طيب السمكة هنا هتاخد الكبير هنا، يعني سواء greater than أو smaller than الكبير ناحية بق السمكة. تمام. طيب هنمسح دول ونشوف ايه السؤال بيقول ايه. فور تنز. عارفين يعني ايه تنز؟ يعني زيرو على طول، زيرو واحد. التنز يعني زيرو، يعني فورتي وناين وانز يعني 49. تمام. في الوانز حاطط الناين، ودي الوانز ودي التنز. طيب هنا برضو بيقول 9 وانز، والوانز في ناحية اليمين والتنز 4، يبقى 49 و 49 هتبقى equal. تمام. طيب هنا 50 plus 8 يعني 58 و 60 تبقى مين اللي السمكة هتاكلها؟ 60 ولا 58؟ برافو، السمكة هتاكل الرقم الكبير. تعالوا نشوف نمبر 4، وهنا بيراجع على الكورنرز او الفيرتكس والنمبرز بتاعت الشيبس. تعالوا نشوف هنا حاجة انا محضرها لكم في 3D، لان دي عبارة عن 3D شيبس. تعالوا نشوف هنا هو عايز اهو هنا ده عبارة عن ايه؟ شكل ايه ده؟ شكل هرمي. ليه شكل هرمي؟ علشان من تحت مربع، يبقى شبه الهرم. والهرم اسمه ايه؟ بيراميدز.
pyramids. يبقى الشكل ده اسمه pyramids. طيب الفيرتكس دي يعني ايه؟ تعالوا نفتكر كده. الفيرتكس يعني الحاجات الكورنر دي، الكورنر دي اللي هي تلاقي الاضلاع. يعني ايه؟ يعني البوز اللي زي بوز الترابيزه كده. كام فيرتكس؟ تعالوا كده نشوف كام فيرتكس ونعمل عليهم سيركل كده عشان نعرف نحلهم. ادي 1 2 3 4 5، يبقى 5 فيرتكس. اي شكل هيجيبه لنا هنعرف نحله. ليه؟ لان احنا بنعد. لو عرفنا يعني ايه كورنرز او فيرتكس هنعرف نعد الايه، الحاجات اللي هو طالبها مننا. ايدجز، عارفين يعني ايه ايدجز؟ يعني ضلع. ضلع يعني ايده، ايده من هنا لهنا. ادي 1 2، والكبير ده 3 4 5 6، واللي هناك 7 8. يعني كام edges البيراميد؟ 8 edges. تعالوا برضو هراجع معاكم الاشكال اللي انا قلتلكوا عليها دي اهي. اول حاجة الكيوب عنده كام فيس؟ عنده 6 فيس. كام ايدج؟ احنا مش هنحفظهم، احنا هنقعد ندور عليهم. قلنا الايدج اللي هي الاضلاع، يعني دي 1 تمام، 2 3 4 4 فوق المربع اللي فوق ادي 4، والمربع اللي في الجنب ادي 4، واللي تحت ادي 4، واللي في الجنب 4. يبقى كام ايدج؟ 12. كام فيرتكس؟ قلنا الفيرتكس اللي هي ايه؟ الفيرتكس اللي هي الكورنر، البوز زي بوز الترابيزة او المكتب. كام فيرتكس؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. كام بوز للكيوب؟ 8. كذلك برضو الريكتانجلر بريزم او الكوبايد. الكوبايد اللي هو عبارة عن مستطيل وبقى شبه العلبة 3D مش 2D، مش المستطيل العادي. تمام. الكيوبايد عبارة عن rectangular prism. طيب كام فيس؟ الفيس يعني ايه؟ يعني وجهه. وجهه كام وش ليه؟ يعني كام اللي هي الاربع اضلاع دول اسمهم فيس. كام حتة مبططة هنا؟ ادي كل دي فيس، واللي فوق دي فيس، واللي في الجنب دي فيس، واللي ورا فيس، واللي زيها فيس، واللي تحت فيس. يبقوا كام؟ 1 2 3 4 5 6، 6 فيس. كام ايدج؟ قلنا الايدج كام؟ الايدج 12. ازاي؟ اللي هي الاضلاع ادي 1 2، فوق 4 وتحت 4 وفي الجنب 4 وفي الجنب التاني 4، يبقى 12. 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 equal 12. كام فيرتكس؟ الفيرتكس بوز الترابيزة او الكورنر ده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. اي شكل هيجيبه لنا هنعرف نحله والموضوع سهل خالص. طيب تعالوا نشوف كده السفير او الكورة. covered face، كم فيس ليها؟ يعني ايه المحيط بتاعها ده؟ كم الكفر اللي من بره؟ فيس واحد. كام ايدج؟ ما عندهاش ايدج، ما عندهاش اضلاع، ما عندهاش اي خط مستقيم فيها. طيب كام فيرتكس؟ برضو ما عندهاش ركنة، ما عندهاش ما عندهاش كورنر، ما عندهاش بسبوس زي بوز الترابيزة، يبقى زيرو. تمام. الكون زي الكون بتاع الايس كريم او طرطور عيد الميلاد. الكون فيه من تحت عبارة عن دايرة وهو من فوق مثلث كده طرطور. كام فلات فيس؟ واحد اللي هو السيركل اللي تحت. كام كفر فيس؟ الكفر اللي هو الاطار اللي بيحيط بيه من اللي حواليه دوت، اللي بنحطه حوالين راسنا ده كفر فيس 1. كام ايدج؟ الايدج قلنا الاضلاع. كام ايدج؟ 1 1 1 ايدج. كام فيرتكس؟ هو واحد بس كورنر. طب تعالوا نشوف السلندر. كام فلات فيس؟ 2. عرفنا منين؟ ادي 1 ده الفلات وده الفلات التاني الناحية التانية اللي فيه السيركل اللي تحت. كام كفر فيس؟ الكفر فيس اللي هو زي الكنز كده اهي، دي كفر فيس واحد بس. كام ايدج؟ ادي واحد وادي 2. كام فيرتكس؟ 0، ما عندوش ايدجز. تعالوا نشوف هنا الاشكال التانية دي فيها. ايوه اهو
السكوير بيراميدز، عشان من تحت سكوير والبيراميدز ده اللي كنا بنحل فيه دلوقتي. كام فيس؟ 5 فيس. كام سكوير بيزز؟ سكوير أيوة، واحد من تحت. كم triangular face؟ triangular يعني كم مثلث على شكل وجهه مثلث؟ ادي 1 2 3 4 اللي من ورا. يبقى 4. كم ايدج يعني خط مستقيم. ادي مثلث هنا ب3 ومثلث هنا ب3 ومربع من تحت ومثلث من الناحية التانية، يبقى 8 edges. كم vertex؟ 4 تحت وواحد فوق، يبقوا 5. تعالوا نشوف ال triangular pyramids، يعني من تحت هو عبارة عن triangle وكله triangle. 4 face. triangular bases 1. triangular faces 3 لأن 3 فوق وواحد تحت. طيب الإيدجز 6 ادي 1 2 3 4. edges يعني الضلع المستقيم ده، ادي 1 2 3 4 5 واللي تحت اللي هنا مش باين 6. الفيرتكس كام؟ 3 تحت وواحد فوق، يبقوا 4. تمام. طب تعالوا نشوف الكيوب قلناه والسفير قلناه والكون قلناه والسلندر قلناه. يبقى احنا كده رجعنا على الاشكال اللي خدناها قبل كده. تعالوا بقى نحل حاجة تانية جديدة كده. بيقول لي write the number. هنا هنعمل -10. -10 يعني فين التنز اللي هي ال8 هنقللها واحد يبقى 7 وال6 زي ما هي. طب بلس 1 يبقى 87. برافو. ماينس 1 85. طيب بلس بقى 10 يعني هنزود التنز دي 1 يبقى 96. تعالوا بيقول لي هنا write sum، يعني هنجمع اليمين الأول. اليمين 4 بلس 4 equal 8 و3 بلس 2 equal 5. طب لو ماينس برضو هنبدأ من اليمين. 9 minus 2 equal 7. 7 minus 3 equal كام؟ هنعملها ازاي؟ هنحط ال 7 in your head، الرقم الكبير في دماغنا والرقم الصغير في ايدينا. هنحط على الفينجرز بتوعنا 3. طيب هننزل لتحت ولا نطلع لفوق؟ ماينس يعني ننزل لتحت. هننزل لتحت يبقى 6 7 8. لا، كده طلعنا لفوق. برافو، مركزين معايا. يبقى اللي قبل ال 7 6 5 4 يبقى 47 اهو. يا اما نعملها على اللاين، ادي 7 6 5 وادي 4 ادي 1 2 3 بنعمل 3 على اللاين ويبقى دي 1 2 3 يبقى وصلنا لرقم 4 أو 4. يا إما كده يا إما بنعمل إيه؟ نخلي ال3 توصل لل7 يبقى after 3 4 5 6 7 يبقى برضو على صوابعنا لقينا 4 صوابع أو 4 فينجر 4 فينجرز. في 3 طرق للطرح. الطريقة اللي بترتاح فيها أو بترتاحي فيها حلوا بيها، سواء باللاين اللي خدناه السنة اللي فاتت أو على صوابعنا بنوصل الصغير للكبير أو بننزل من الصغير للكبير عشان يوصل له ونشوف على ايدينا قد ايه. تمام. تعالوا نشوف ال rearrange from shortest to tallest. shortest يعني صغنون، يبقى ده number 1 number 2 number 3 number 4 وده number 5. تمام. طيب number 8 بيقول لي fill the missing number، يعني هنعمل ايه؟ يعني هنشوف الرقم الميسنج. 4 plus 4 equal هنعمل ايه؟ 4 in your mind 4 in your head after 4 5 6 7 8.
8 plus 7 equal 15. طيب 4 minus 2 equal 2. يبقى 13 plus 2 equal 15. ماشي. هنا ايه كمان؟ هنا a minus 2 equal 7. تعالوا كده نشوف. أو بطريقة تانية كنا خدناها إن احنا نجمع دي مع دي عشان نطلع الرقم الكبير. 7 plus 2 equal 9. يبقى 9 minus 2 equal 7. تمام؟ بكده خلصنا أول ريفيجن. إن شاء الله المرة الجاية هنخلص الريفيجن اللي بعده. تابعوني وما تنسوش سبسكرايب علشان تتابعوا كل الفيديوز اللي هتنزل، وكله هننزله ورا بعضه. هنزل الماس كله مع بعضه وبعدين نشوف باقي المواد ان شاء الله. وتابعوني واعملوا شير لاصحابكم علشان كلنا نفهم مع بعض ونذاكر مع بعض. واللي مش فاهم الماس هنراجع كل حاجة من أول وجديد كأن بنشرح من أول وجديد. يعني كده كده إن شاء الله هنتأسس حلو في الماس وهنبقى شاطرين وهنحل تمارين كتيرة جدا وكله هيبقى ممتاز معايا. وباي باي، أشوفكوا المرة الجاية. مع السلامة.